سلام البنات، مرحبا بكم في قناة. جيت اليوم وجبت لكم اللي هو صابلي. درتوكم كيما تاع زمان بلا نواز كوكو، بصح هذا الطابع يعني طابع جديد، راهو توندونس في الاسواق ديالنا. نجيو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. استعملت في هذا الصابلي 250 غرام زبده تكون طريه، انا توجور نخدم بماني. نجي نضيف فوقها سكر ناعم، كنت ديجا وزنته 125 غرام. ونجي الان يعني لازم نغربلو. هذا الصابلي يجي بزاف خفيف، هشيش طري، ويعني قطع لي واحد 25 حبه هكذاك. جاني ما شاء الله. والمقادير ديالو ثانيك يعني بسيطه، ما فيش مقادير بزاف. ان شاء الله تجربوه يا خياتي وينال اعجابكم. انا كنت بديت به للعيد تاع السنه ان شاء الله. وان شاء الله راه كاين العديد من الحلويات والمفاجآت، وراح يكونوا ان شاء الله كامل في يعني متناول الجميع. لاحظوا بعد ما غربلت هذاك السكر، نجي الان نضيف ملعقه صغيره فانيليا. لاحظوا، ونجي يعني نبدا نخلط في هذاك الخليط كامل بيدي، الزبده يعني سكر كلاص والفانيليا. شوفوا كيفاش راني نخلط، يعني نمزجهم كامل مع بعض. ولا غير يعني فريمون هذا الصابلي جاني بزاف شباب. ان شاء الله يعني تجربوه الاخوات. وعلى بالي دوكا اليامات توالى نولو غير كوروا مدلعور في الطياب، رانا غير نسلكو. ما نعرف اذا راكم تسلكوا ولا راكم ولا غير مزلنا نطيبوا. فريمون انا مزلت نطيب يعني كيما كنت سمع الاول كيما درك. لاحظوا ضفت 3 صفار بيض، 3 حبات صفار بيض فوق هذاك العجينه ديالنا. لاحظوا. ونجو فيما بعد نضيف الفارينه. يعني المقادير ديال هذا الصابلي جد بسيطه، ماهيش حاجه كبيره. 250 غرام زبده طريه، 125 غرام سكر ناعم، ملعقه صغيره فانيليا، 3 صفار البيض، رشه خميره كيميائيه، ونضموه بالفارينه. هذا وشنو الفارينه استعملت واحد 500 غرام هكذاك، يعني نص باكي ديال الفارينه. يعني راني مديت لكم كلش بالميزان، فميو يكون يعني عندك الميزان باش المقادير كامل يعني يجوك ملاح. نكمل يعني نطمن الصابلي ديالنا. والرشه تاع الخميره بيان سور لازم تكون رشه فقط باش ما يجيكمش يعني ما يخسر لكمش الشكل تاع الصابلي. نطموه يعني كما راكم تشاهدوا الصابلي كما دائما نقول لكم ما نعجنوهاش، غير نطموه برك. لاحظوا حتى يعني نتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه. لازم تكون طريه باسكو اذا لاباط ديالك درتيها يابسه الصابلي اوتوماتيكمون راح يخرج لك يابس. فميو يعني تكون طريه. وانا قلت لكم شحال تستعملي فرينه 500 غرام. ولازم تغربليها سينو تخلي لك هذوك الحبيبات في لاباط ديالك. لازم يعني نغربلوها. لاحظوا يعني نكمل نطمها ونخليها يعني ترتاح على الاقل نص ساعه باش نجو نخدموها. يعني هذا السر الاول في الصابلي باش ينجح لك. لازم ما تعجنيش لاباط ديالك يعني وما تخليهاش يابسه وما تعجنيهاش. ولازم ثاني تخليها تريح واحد نص ساعه. شوفوا كيفاش جاتني طريه. خلوها تريح ونجو نبداو نخدمو في الصابلي ديالنا. لازم ثاني نجيبو كيس بلاستيكي باش يعني الصابلي ديالنا كيطيب يجوني كامل على حبه، يعني الشكل ديالو ماهوش راح يفسد. وثاني راح يعاونك هذاك الكيس بلاستيكي في الخدمه ديالك كي تكوني تطبعي في هذه الحلوه. لاحظوا الان نفتحوا بالحلال ونبدا يعني نشكل بهذوك الطوابع اللي راهم يعني توندونس في الاسواق الجزائريه. يعني راهم دايرين حاله في هذا العيد ان شاء الله. شتو بي في يعني الحق العيد ورانا يعني نوجدوا في الحلويات ان شاء الله. يعني كل عام نكونوا بخير وان شاء الله يعني ينعاد علينا بالصحه والهنا. ولاباط ديالك يعني ما ترقيهاش حتى يعني تولي ممصوصه وما تخشنيهاش، يعني شوي شوي يعني ميم با. شوفوا كيفاش راني نحلها. دوك نوريكم يعني السمك ديالها. يعني نكمل نحلها مليح كما قلت لكم ونطبع. هذوك الطوابع اللي شريتهم مع الاول كي كنت نطبع يعني شويه كان يلصق لي في الطابع. ايبا ديروا المايزينا كي تشوفوا الطابع يعني يلصق لك لاباط عفوا تلصق لك في الطابع، تجيبوا المايزينا خياتي. يعني هذه نصيحه من عندي. المايزينا فاسيلمون كملت يعني يعني طبعت الحلوه تاع نهار اليوم. لاحظوا الان جبت هذه الطوابع يعني بزاف شابين ولا غير يعني الشكل فريمون جاني ما شاء الله. جربوهم يعني يا خياتي، قلت لكم راهم يتباعوا.
انا كنت شريت يعني 4 طوابع في ساشي ب15 ميل، يعني رخاص ماهمش غاليين. لاحظوا كيفاش راني نحي في الحبه شويه. مع الاول ما ضفتش المايزينا صافي، يعني ديفيسيل باش نحيت العجينه من الطابع. مي بون بعد ضفت المايزينا تنحيو لي فاسيلمون. شوفوا الشكل شحال جا شباب وريقه ما شاء الله. وخدمت يعني الشكل تاع الورده. انا استعملت 3 طوابع نورمالمون، الرابع ما استعملتوش. نكمل نطبع كامل ونكون ديجا شاعله الفرن ديالي على درجه حراره 180. ندخلهم يطيبوا يعني في الفرن واحد 20 مينوت. والصابي ديالنا يعني غير نشوفوه شويه طاب من تحت نخرجوهم. لاحظوا يعني بعد ما طاب لي الصابلي ديالي شوفوا شحال جا الشكل راقي وشباب. نجي الان يعني نلصق بالمعجون وندير في الاطراف لانواسكوكو. يعني انا حبيت نديرو كيما تاع زمان، توحشت صابلي تاع زمان. كنا بكري يعني نديرو المعجون في الوسط ونديرو يعني في الاطراف لانواسكوكو. اما راني يعني رجعت لكم البنه تاع زمان. ان شاء الله يا خياتي يكون عجبكم الصابلي تاع نهار اليوم. ان شاء الله تجربوه. واش نقول لكم يعني المقادير ديالو يعني بسيطه، ما تقولوليش يعني غاليه ولا. شوفوا جاني يعني ما شاء الله. شوفوا الشكل تاعو فريمون شباب. وراه يعني كما قلت لكم كاين جديد وكاين العديد من الوصفات، انت يعني ديري واش حبيتي. لاحظوا راني درت في الاطراف لانواسكوكو. وبهذا يعني نكمل كامل الصابلي ديالي ونروحوا لطبق التقديم. لحقنا نهايه لا فيديو. ان شاء الله الصابلي تاع نهار اليوم يكون نال اعجابكم خياتي. نتمنى تجربوه. ما تنساوش بيان سور كالعاده الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. وما تنساوش البارطاج خياتي. صحه فطوركم وصحه سهرتكم.